بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أينما كنتم أرحب بكم. طبعا الحديث سيكون عن مباراة الافتتاح، وهي المباراة الأولى في كان أفريكان المنظمة بالمغرب 25. طبعا المنتخب المغربي تفوق على المنتخب القموري بهدفين دون مقابل، ولكن بصعوبة بالغة وبأداء ربما لن يكون محمود بالنسبة للجماهير المغربية. شاهدنا مباراة في أجواء ممطرة طيلة الشوط الأول، كانت أمطار تتهاطر، وكانت أرضية الملعب ثقيلة نوعا ما بعد تهاطر المياه. المباراة كانت منتفعة من الفريق القمري الذي كان تكتيكيا دفاعيا مرتب بشكل جيد طيلة الشوط الأول. في الدقيقة العاشرة تمكن إبراهيم دياز من الحصول على ركلة جزاء بعد إسقاطه في منطقة العمليات، ولكن سفيان رحيمي هذه المرة لم تسلم له الكرة ولم يتمكن من تسجيل أولى أهدافه مع المنتخب المغربي، وأولى أهداف في كان أفريكان المغرب 25. طبعا المنتخب المغربي بعد تضييع ضربة جزاء ظل مضغوط نفسيا ولم يتمكن من الحصول على هدف. ظل اللاعبون يحاولون طيلة الشوط الأول الذي كان دفاعيا منظما المنتخب القمري بشكل أفضل. في الشوط الثاني ربما جرى حديث بين اللاعبين وكذلك المدرب وديد لجراكي، فيما جعل المنتخب المغربي يتحرر نوعا ما. بعد بداية الشوط الثاني تمكن الأسود في الدقيقة 55 من إدراك أولى أهدافهم على إثر هجمة مرتدة، تمريرة من المرابط صوب المزراوي الذي هيأ كرة للاعب ابراهيم دياز الذي تمكن من تسجيل هدف من منطقة الجزاء بالضبط. طبعا تقدم المنتخب المغربي بهدف دون مقابل في الدقيقة 55 جعل الفريق يتحرر نسبيا. اللاعبون تحرروا كذلك بعد التبديل في الدقيقة 64، خروج أناحي ودخول الزلزولي وكذلك خروج رحيمي وتبديله بالكعبي. تحركت الأسود نوعا ما وتمكنوا من إدراك هدف في الدقيقة 74 من إثر بقاسية للكعبي، الذي ربما ستكون الأفضل على ما أسطرها من الآن، أفضل أهداف هذه الدورة الأفريقية أيوب الكعبي الذي يسجل هدف ولا أروع. إذا المنتخب المغربي تمكن من الظفر بثلاث نقاط في مباراته الأولى، ولكن الأداء كان أداء متواضع صراحة. شاهدنا بعض الأخطاء الدفاعية، شاهدنا ربما حتى على مستوى الأطراف نعاني نوعا ما. بالتالي ربما صراحة كنا نحتاج في هذه المباراة بالذات، أو في مثل هذه الأجواء الكروية، نحتاج إلى بوفال وكذلك إلى زياش. طبعا هذا اللاعبين لن يكونا معنا في هذه البطولة، ولكن الطريقة الذي يلعب بها هذا اللاعبين هي نفس الطريقة